السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم فيديو النهارده عن المهلة الأمريكية للجانب الإيراني. طلع من شوية الرئيس الأمريكي ترامب وأعلن إن إدى مهلة لإيران 15 يوم للرد على الطلبات الأمريكية بالرفض أو بالقبول. طيب هل الولايات المتحدة الأمريكية ممكن تلتزم في خلال ال 15 يوم دول وما تبدأش الضرب على إيران؟ الإجابة طبعًا لأ، لأن الجانب الأمريكي في حرب ال 12 يوم على إيران وهو بيتفاوض بدأ الضرب. فالجانب الإيراني عارف الكلام ده كويس جدًا. طيب إيه اللي بيخلّينا نقول يا جماعة إن الضربة قرّبت جدًا على إيران؟ أمريكا أرسلت ما يقرب من 30% من الجيش الأمريكي والعتاد العسكري لمنطقة الشرق الأوسط، وده عدد ضخم جدًا. أمريكا مؤخرًا أرسلت ما يقرب من 50 طائرة حربية، وهُم F-18 وF-22 وF-35 الأحدث في الجيش الأمريكي، غير أصلًا الطائرات اللي كانت موجودة. أمريكا أرسلت 11 مدمرة للسواحل الإيرانية، يعني تقريبًا بتعمل كماشة على إيران. أمريكا أرسلت أكبر حاملتين طائرتين في العالم لمنطقة الشرق الأوسط، والعتاد ده يا جماعة ساعة يتحرك الضربة بتكون مؤكدة بنسبة كبيرة جدًا. طيب على الجانب الآخر إيه التجهيزات الإيرانية للدفاع؟ طلع المرشد الإيراني وقال إحنا جاهزين وزي ما هنتضرب هنضرب. وطبعًا إيران بتجهّز حصون للمواقع النووية والمواقع العسكرية المهمة في إيران، وغيّرت منظومات الدفاع الجوي الإيرانية، وجهّزت عتاد جديد طبعًا بعد مساعدة روسيا ومساعدة الصين، لإن روسيا والصين مش عايزين إيران تُقع، لإن بعد فنزويلا ما وقعت وهي حليف ليهم، وطبعًا لو إيران وقعت وهي برضه حليف ليهم، فالدول هيبقى في عدم ثقة ما بينهم وما بين روسيا وما بين الصين. طيب إيه اللي بيخلّينا نقول إن الضربة قرّبت جدًا؟ وإحنا بنتكلم دلوقتي يا جماعة الكيان الإسرائيلي بدأ فعليًا الضرب على لبنان، وضرب مواقع مهمة جدًا لحزب الله، وقتل حوالي 14 غير المصابين حوالي 50 كحصيلة أولية. والسفراء الأوروبيين بدأوا في إجلاء بعض الدبلوماسيين في المنطقة، والرئيس البولندي طلع وقال على كل البولنديين الموجودين في إيران الخروج فورًا. طبعًا إيران جاهزة، ولكن الضربة الأمريكية الإسرائيلية للأسف هتكون ضربة قوية جدًا على إيران، وهتخلّي المنطقة كلّها تشتعل، وإيران هتقفل مضيق هرمز، ومضيق هرمز ده بيعدّي منه تقريبًا تِلت النفط العالمي، فأسعار النفط هترتفع جدًا، والعالم كلّه بيحاول إن هو يتدخّل لمنع الضربة الأمريكية، لكن للأسف الضربة الأمريكية هتحصل. فربنا يسترها الفترة الجاية، وربنا ينصر مصر وينصر العرب وخريجي ابتدائي. سلام.